لما يكون الواقع أقصى من أي مسلسل، لما تكتشف إن اللي بيحصل في المسلسلات أهون بكتير من اللي بيحصل على أرض الواقع، ساعتها أنفاسك بتتحبس وصدرك بيضيق وتتمنى لو كنت انت اللي عايش في المسلسل. اللي عرضوه في مسلسل لام شمسية كان صادم، بس الصدمة الأكبر لما تكتشف إن اللي كان بيحصل على أرض الواقع أقصى وأفظع وأبشع بكتير. التحرش مش مجرد كلمة ولا تجربة بالسهل تعدي، ده إحساس بالوجع والظلم والقهر بيسيب أثر ما بيتمحيش. المشكلة مش في الألم، المشكلة إنك لما اتأذيت افتكرت إنك لوحدك، افتكرتي إنك الوحيد اللي مر بالتجربة دي، وفضل إحساس الخزي والعار ملازمك. بس أنت مش لوحدك، مش أنت الوحيد اللي مر بتجربة زي دي. مين فينا معصوم إنه يتعامل مع ناس نفوسها مريضة، ناس زرعت جوانا الإحساس بالقهر والظلم، زرعوا جوانا وجع وألم. حتى الأطهر والأنقى أنبياء الله اتعرضوا للنفوس المريضة دي بشكل أو بآخر. في منهم اللي اتظلم، وفي منهم اللي اتأذى من أقرب الناس ليه، في منهم اللي تعرض لتحرش. أيوة كده زي ما سمعت، في التحرش عمر ما العيب كان في الضحية. سيدنا يوسف اتحرشت بيه امرأة العزيز، ولما رفض اللي حصل اتسجن، دخل السجن ظلم، بس من جوه في السجن بقى عزيز مصر. سيدنا لوط اللي عرض بناته على قومه عشان يحمي ضيوفه، وضيوفه كانوا مين؟ كانوا ملايكة متجسدين في هيئة بشر. حتى الملايكة ما سلموش من أذى البشر، كانوا هيتعرضوا لهجوم وتحرش جماعي بشع. فاضطر سيدنا لوط يعرض بناته على قومه ويقول لهم لا تؤذوني في ضيفي، خدوا بناتي. متخيل الموقف؟ تخيل المشهد. لكل واحد أو واحدة اتعرضوا للتحرش، انت مش لوحدك، اللي أطهر واللي أنقى منك مروا بنفس التجربة. ده مش عقاب، السكوت عن المجرم هو اللي مزود عدد ضحاياه. بقت الضحية هي اللي خايفة من الفضيحة وملازمها إحساس الخزي والعار، إنها خذلت نفسها وما قدرتش تدافع عن نفسها وانتهكت في أكتر حاجة تعزها. واللي لازم يتكسف هو المجرم، واللي لازم يتحاسب هو الجاني، واللي لازم يحس بالخزي والعار هو المتحرش مش الضحية. العار الحقيقي في سكوتنا اللي شفناه في مسلسل لام شمسية، واللي حصل مع ياسين، الطفل ياسين اللي بيحارب شر أكبر من عمره. يمكن يكون في ياسين تاني وساكت، أو أهله خايفين، وأكيد الجاني ده ليه ضحايا تانية. بس دلوقتي حان وقت كلامهم، لأن أكيد كلامهم دلوقتي هيكون فارق. ده ممكن يكون المنقذ، وأقل حاجة هيقوي موقف ياسين ويحمي غيره من نفس المصير. يلا ننظف المجتمع من النماذج دي. المجرم اللي انت ساكت عنه دلوقتي بيكرر فعلته بس مع غيرك. السكوت مش نجاة، السكوت استمرار للمجرم. السكوت مش نجاة، السكوت استمرار للجرم. وصدق اللي قال الساكت عن الحق شيطان أخرس. لما بنفكر بنفهم، ولما بنفهم بنشفى. ودي كانت لحظة تفكر.